السلام عليكم ورحمه الله المتتبعين الكرام، كي دايرين؟ نتمنىكم كلكم تكونوا في تمام الصحه والعافيه وانتم تتشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم غنوجد معكم واحد الطويجين مغربي 100% تقليدي، ما كاينش الدار اللي ما تعجبهاش. المهم المقادير راهم بساط ماشي بزاف، وخليكم مع المقادير. عندي واحد الكيلو وربع ديال اللحم، رانا غسلته من قبل وحطيته على جنب باش يقطر. وفي العطريه البنات كما تشوفوا راه عندي واحد شويه الملحه، 5 الحبات ديال القرنفل، شويه ديال البزار، واحد العويد ديال القرفه، وشويه الزعفران والخرقوم ديال البلدي، وشويه ديال السكنجبير، معلقه صغيره. وهنايا عندي شويه البرقوق يعني 250 غرام، واللوز انا خديت شويه ما عبرتش، المهم قياس كاس صغير. عندي 5 الحبات ديال البصله وثلاثه البيضات راهم باينين. انا غنجيب واحد الكاسرونه ندير البيض ديالي يتسلق هو الاول، وندير اللوز حتى هو يتسلق باش نخليهم يبردوا، وعاد نشرمل معكم اللحم. المهم غندير عاد تغلى الكاسرونه شويه وغنحيدها. راه واحد الطويجين جا البنات ما كاين ما نقول لكم، واخا الكزار عطاني فيه شويه العظومه، معليش نتوما عارفوا من عند ما تسخروا ردوا البال. انا من داك النوع اللي نكلف الواحد ولكن دائما تيغشمني، وخص الواحد دائما في الحقيقه يرد البال من هذه المساله هذه. المهم غنجيب واحد الاناء هنا، واحد الطاسه هانتوما كما تشوفوا، غنشرمل اللحم، حيت هاد اللحم ديال الطاجينه البنات راه ما غادي نقليه ما والو. غنرقد اللحم هنا باش يشرب ليا الاقامه، ونقطع البصله وردو مباشره في الطاجين. ما غنطيبوه لا في كوكوط ولا حتى في شي حاجه، ولكن يكون عندكم الوقت باش يطيب لكم اللحم. حنا عارفين الطاجين تيشد الوقت، واللي كان غيطيبوا على الفاخر كان حسن. وانا نقصت ليه البوطه وخليته تيطيب، يعني نصبته بكري وخليته تيطيب على خاطره. واحد نص كاس ديال الماء، هذا هو الماء فاش غادي يطيب داك اللحم وداك الشيء كامل. يعني غنقص ليه البوطه وغنخليه تيجي اللحم البنات اش غنقول لكم، والله الا لا تيجي بحال مبخر، تيجي غزال، تيجي ناشف. واللي تيبغي شويه المرقه في الطاجين يقدر يزيد شويه المرقه. المهم انا بالنسبه لي انا تنبغي الطاجين ناشف، تيجي داك اللحم تيجي شارب ديك الاقامه وديك البصيله تذوب، تيجي غزال، تيجي لذيذ بزاف بحال تيجي مبخر. المهم انا غنجيب هاد اللحم اللي غسلته من قبل وغنرقدو هنايا شويه في الاقامه باش يشرب ليا ديك الاقامه، تدخل فيه مزيان. حيت اللحم ملي تديروه في الاقامه هكا في شويه الماء والزيت انا نصبت عا بالزيت البلديه، ما قلتهاش لكم، عا بالزيت البلديه. واللي بغى يدير يعني الزيت العاديه ديال الطيب يديرها. المهم ها نتوما خلطوا وجا خلطوا هكا وغطيوه وخليوه يشرب ديك الاقامه مزيان. يلا اختي انت مرمدي لي داك اللحم مزيان وخليه يشرب ديك الاقامه. حنا عارفين يعني الزعفران زغبه، وعارفين ديك الاقامه كلها تجي زوينه. ودرت فيها البنات ما قلتش لكم واحد شويه القزبر مطحون، وحتى اللي عنده يعني البسيبيسه وقع قله وداك الشيء راهني التوابل على حسب كل واحد واش توفر عنده في الدار. انا درت اللي توفر عندي في الدار، لا تنشارك معكم داك الشيء اللي درت انا. وانتم يعني تنوعوا وتبرعوا لي اختي مع الطواجن ديالكم اللي عندكم ديروا. غنجيب هاد الخمسه البصلات، انتما تشوفوا هاد البصله البيضاء راه يعني طريه دغيا تذوب، واخا تنقطعها شويه غليظه راه في الاخر ما تتبقاش نهائيا، راه تذوب. والله الا كنت غندير الغدا قلت علاش لا بلاتي نبارطاجي مع البنات، واخا هاد الغدا يعني بسيط وحنا تنعرفوا الطاجين المغربي يعني لا يعلى عليه، يعني لا بالخضره ولا باللحم ولا بالزبيب ولا كله، تيجي الطاجين غزال. واكثر الا طيبتوه في الطاجينه البنات ديال الطين راه تيعطي واحد المذاق، واحد المذاق روعه. يعني دابا كاينين بزاف ديال التطورات هاد الطواجن اللي خرجوا جداد وداك الشيء، ولكن انا تيعجبني الطاجين ديال الطين لان تيعطي واحد المذاق اللي زوين بزاف. ايوا ها نتوما معايا انا قطعت هاد البصله، غنجيب دابا الطاجين باش نديرها فيها. ندير ديك البصله كلها في القاع كما تشوفوا البنات، راه ما غنقلي حتى شي حاجه.
هاد الطاجين رانا مستعملاه ماشي مره ولا جوج، ولكن حتى نقص ليه البوطه ما تتحرقش ليا. الا نقصتو ليه البوطه تيبقى الطاجين مزيان. وسيرتو هاد الطواجن اللي داروا لهم دابا هذيك الحديده من التحت نزيروهم هكا من جنب ما تيطرطقوش، يعني راه يقدر يطول عندكم الطاجين. هانتوما فرشت هاد البصيله كامله وغنجيب داك اللحم غنديرو من الفوق. اسمحوا لي البنات، انا عمرني ما خدمت بالصباعيات الكوانطيس، ما تنديرهمش، ولكن رانا دايره الحنه محنيه حتى الودنيه. داكشي علاش درت هاد الصباعيات. كاين اللي ما تتعجبوش الحنه، ايوا حاولت نطرقها شويه. المهم هانتوما كما تشوفوا رانا تنقاد داك اللحم هكاك، حيت غنقلبوه عا في بلاصتو، ما غاديش نحاول نبدلو نهائيا، غيبقى لي هكاك باش غيجي في الاخر. وغنجيب هاد العويد ديال القرفه غنديرو على الجنب، وديك اللي قامه فاش شرملت اللحم هو اللي غادي نديرها فوق من داك الطاجين وفوق ديك البصيله، حيت هي اصلا فيها الملح. ما غنزيد لا ملحه ولا والو، غنزيد شويه زيت البلديه من الفوق. ودابا غادي نرد الطاجين ديالي ونخليه تيغلى ونقص ليه البوطه، يعني نقص ليه البوطه طوب ونخليه يطيب على خاطرو. دابا خوتي من بعد ما وجد ليا الطاجين ديالي، نتوما كما تشوفوا راه كما قلت لكم اللحم راه تيجي بحال مبخر، تيجي معلق، تيجي غزال. واللي تتعجبو المرقه يقدر يزيد المرقه. وبالنسبه للمهم التقديم، هانتوما قادوا الطاجين ديالكم بالطريقه اللي بغيتو. انا هاد البيض قطعته هكا مرسوات وزوقت به. وبالنسبه للبرقوق رانا عسلته، درت ليه شويه العسل والقرفه. ومن طبيعه الحال في الاول تنسلقو شويه باش يعني تيطيب ليا البرقوق. واللوز رانا قليته، يعني معروف اي واحد تيقلي اللوز وتنشفو في الكاغط ديال الكوزينه ديال المطبخ. وهذا هو الطاجين ديالنا، نتمنى يعجبكم. دمتم في رعايه الله وحفظه مع قناه ام البنات في مدريد. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه ودعمونا باللايك وبالاشتراك باش تعمل فائده. استودعكم الذي لا تضيع ودائعه. الى الفيديو اخر ان شاء الله.